نتكلم بقى على النادي الاهلي. النادي الاهلي في مباراة السوبر الافريقي امبارح، يعني مش عارف اقول لهم ايه بصراحة. ما عندهوش اي سبب مش للخسارة، الرياضة مكسب وخسارة، لكن ما عندوش اي سبب للمنظر او الشكل اللي ظهر بيه الاهلي كتيم. فرقة ما عندهاش مشاكل خالص، لعيبة بتاخد مستحقاتها، إن ما كانش في ميعادها يبقى قبل ميعادها. مدير فني وجهاز فني على اعلى مستوى، تدعيمات موجودة لم يستفاد بيها، معرفش ليه. يعني كل حاجة كانت متوفرة، اجواء ولا اجمل، استقبالات وحفاوة ممتازة. بعثة راحة بطيارة خاصة، وإقامة يعني 7 ستارز 10 ستارز زي ما انت عايز تقول قول. يعني كل حاجة اللعيبة لازم تبقى فاهمة ان ده شغلها، هم مش رايحين ده شغل بالنسبة لهم، اكل عيشهم زي ما هم بيقولوا كتير. لما اي حد بيحصل له موقف او اي حد بيحصل له حاجة بيطلع يقول ده اكل عيش. لو واحد عايز يروح نادي تاني بمبلغ اعلى او بيقول ده مستقبلي، ده اكل عيشي، ده حياتي. طب فين اكل عيشك؟ ما بتدلوش حقه ليه؟ ايه سبب خسارتك امبارح؟ ايه سبب الاداء الهزيل ده؟ اداء هزيل. انت هتلاعب العين الاماراتي ازاي بالمنظر ده؟ ده انت ما تتغلب من امبارح من ضربات الجزاء من نادي الزمالك اللي كان رايح على الورق بقى بيقول يا رب ما اخسرش 3-4، ولو خسرت اخسر واحد ولا حاجة تبقى هينة عليا وعلى جمهوري. خد منك البطولة امبارح، ماتش ببطولة وب2 مليون دولار خدوا من الزمالك امبارح. انتوا فين؟ اللعيبة دي لازم تتحاسب حساب شديد، وشايف ان في تأثير، والجهاز الفني ما كانش على المستوى. هو لعب بالتيم اللي متعود يلعب بيه، لكن كان محجم التيم، ما كانش مديله اريحية في اللعب، ما كانش مدي ليحيى عطية الله فرص للطلوع والهجوم، وده اثر على هجوم النادي الاهلي. وما عملش تبادل بينه وبين حسين الشحات زي ما بيعمل في كل مطوشته، وزي ما حصل في ماتش جورماهيا. ولما ببدل مع حسين الشحات ودخل هو في العمق، وحسين طلع على الحرف على الطرف ودخل هو، عمل الكرة لوسام واتحطت وخلاه انفراد بجون فاضي. ده ما شفناش اي جمل امبارح. حسين الشحات ما جاش، وسام لوحده، ما فيش اي حد بيعمل له كرات. بيرسي تاو ما جاش. يعني مش عارف امام عاشور، ما اعرفش ليه كولر مصر على انه يبدأ بيه وهو في مستوى يعني بعيد جدا عن المستويات السابقة ليه، بعيد بعيد بعيد. محمد الشناوي يعني في تعالي امبارح، اكتر من ضربة جزاء في المتناول، لكن كان في رعونة وما كانش في التركيز الكامل من الشناوي. حتى في كورة اترمى عليها كده، كانت جنب ايديه على يمينه وقام بيعمل كده يعني لزمايله، يعني عامل لها ايه ولا عامل لكم ايه؟ لا يعني في كمان، ما اعرفش ليه الشناوي خلوه، ليه ما مشيهوش لما كان عايز يحترف في السعودية؟ ليه ما مشيش؟ ليه مصطفى شوبير قاعد؟ طالما في هبوط في المستوى، الدكة بتعلي، بتخلي اللاعب يشد على نفسه ويحاول يرجع لمستواه علشان يلعب وياخد فرصة. والدكة دي يعني علاج للعيبة اللي بيبقى عندها تعالي، الدكة علاج لواحد زي امام عاشور، الدكة علاج لواحد زي الشناوي. احنا ما بنتكلمش طبعا ليهم تاريخ كبير وليهم بطولات كبيرة، لكن احنا كلامنا يخص ماتش امبارح. احنا ما يعني المفروض ان هم كانوا يبقوا على يخسروا عادي، انه يخسروا لكن يبقى في اداء، يبقى انت اديت وخسرت. لكن انتوا امبارح ما عملتوش اي حاجه، اي حاجه، يعني مالكوش اي دور. رامي ربيعه بيحتفل، بيشوط ضربه جزاء ويعمل نايم. طب ده احتفال لعيب في كرة سلة، واحتفل الاحتفال ده بعد ما خد الكاس. انما انت بتحتفل الاحتفال ده على اساس ايه؟ وتفسر تفسير غلط. وبعديك عمر كمال برضو بيحتفل نفس الاحتفال. انتوا ما خلصتوش البطولة عشان تحتفلوا الاحتفال ده، تحتفلوه عشان الناس تفهمه صح كمان، وما يبقاش احنا يعني ايه، يعني خسرانين وكلام وكمان بيتحفل علينا. وناصر منسي نفسه عملها لك وذبحك وكان عنده حق. طب ليه اديت الفرص دي؟ ليه خليتوا شكلكم وحش كده؟ وليه زعلتوا جمهور كده؟ وهتعملوا ايه بمستواكوا اللي يعني
ضعيف جدا ده قدام العين. ده العين كده هيجي يكسرنا هنا في استاد القاهره، يعني هيجي ياكل علينا عيش العين بالمنظر ده. الحقوا نفسكم وفوقوا، عشان لو خسرتوا من العين تخسروا بشكل محترم، لان كده بقى خلاص يعني الثقه اتهزت. لا ده وضع طبيعي. اما يحصل خساره منك بشكل فيه اهمال، بشكل فيه تعالي على الكوره وتعالي على المنظومه كلها، لا لازم وقف. الاداره لازم تقف. هنقول بقى الاداره دعمت مش عارف ايه، طب ما الاداره دعمت باشرف داري ويوسف ايمن. ما اعرفش كولر اشرف داري ده محتاج انه يتمرن عشان يجيب فورمه. كان مع منتخب المغرب واتصاب، يعني جاي لك من المنتخب، يعني ده لعيب فورمه اوريدي، ازاي ما لعبش؟ ليه ما لعبش؟ هل ده محتاج انه يتجرب؟ مش محتاج انه يتجرب، ده لعيب دولي، لعيب منتخب المغرب، يعني ده ينزل في اي وقت يأدي، مش محتاج انه يسخن حتى. فطبعا في برضه اخطاء كبيره من الفنيه من كولر. مصر ليه على امام عاشور طالما مش جايب مستواه؟ قفشه لما بينزل انت بتمسك كوره وبتمسك نص الملعب وشكل الهجمه بيختلف. امام عاشور لحد ما غيرته ما عملش ولا كوره. حسين شحات لحد ما غيرته ما عملش ولا كوره، الا كوره وحيده اللي شاطها وصدها عواد، غير كده مفيش. فين الاهلي؟ فين هجماته؟ فين ده انت حتى استحواذ مفيش، ما حصلش استحواذ الا بعض الشيء. ده انت عندنا 6 دقايق وقت بدل ضايع، الاهلي ما راحش بالكره على الجون، خايف يروح. ده الاهلي؟ دي مش فرقه الاهلي، ولا ده مدرب الاهلي، ولا ده تيم الاهلي. لا ما ينفعش كده، لازم يشوفوا حل قبل ماتش العين، لان احنا كده هنشيل كتير في ماتش العين بالوضع ده كده. ربنا يستر علينا في ماتش العين. لو لعبنا بنفس الطريقه ونفس الاسلوب ونازلين خايفين، الاهلي فرقه بتهاجم، هننزل خايفين ونقفل وما اعرفش ايه. كولر حكايه انه المطوشه اللي بتبقى مهمه عايز يمشيها 1-0. ليه؟ انت لو ضغطت على الفرقه اللي قدامك ما هتعمل لك حساب، واساسا هم بيبقوا نازلين عاملين لك حساب. فانت اللي بتديهم الفرصه بتراجعك وانك تتراجع وتنكمش في نص ملعبك، بتديهم الفرصه انه يخش عليك ويهجموا عليك. وامبارح كان فريق الزمالك ضغط عليك ضغط قوي، وكان بيخش ناشف على اللعيبه، ما كانوش هايبين، لا هايبين كارت ولا هايبين طرد، وعايزين ياخدوا الماتش وخدوه منك، لانك انت خفت تلعبهم، خفت تعملهم بنفس الطريقه، خفت تهاجمهم. اديتهم الفرصه وقدروا يوصلوا معاك لضربات الجزاء اللي من الاساس من قبل ما الماتش يبدا وهم قايلين، وكل التحاليل الفنيه قالت ان الزمالك هيحاول يوصل بالمباراه لضربات الجزاء، عشان لو خسر بضربات الجزاء كنادي الزمالك يبقى وصل بالمباراه لضربات الجزاء، ودي بقى ضربات الحظ، انت تكسب انا اكسب. لكن قدر يعمل كده نادي الزمالك بعد ما دخل فيه جون بضربه جزاء، قدر يعود بالمنسي وجاب الجون وتعادل ولعب معاك ضربات جزاء وما قدرتش انت تحقق حاجه، ودخلت يحيى عطيه الله اللي عمل كرة بكعبه بالظبط زي بتاعه الشيبي اللي خسرت بيراميدز قدام الاهلي. برضه يحيى عطيه الله المفترض يعني ان اكيد شاف المطوشه دي او سمع او عرف من اللعيبه حواليه ان الشيبي عمل كذا وتسببت في هدف، ما كانش المفروض يعمل موضوع الكعب ده اللي برضه تسبب في هدف، خلى عمر جابر خد الكوره ولعبها عرضيه اداها للمنسي اللي كان ورا ياسر ابراهيم وقطع قدامه ودخل. اعتقد ان لو اشرف داري اللي في اللعبه دي ما كانش هيدي فرصه للمنسي انه يطلع، يعني اللعيب في ظهرك ما تخلوش يطلع قدامك. اذا انت ما رحتش انت على الكره تقطعها المفروض تحجزه، ولو حجزته بظهرك مش هياخد ضربه جزاء ولا غيره، لكن هتمنعه عن الوصول للكوره. فمش عارف بصراحه، كان ماتش سيء جدا للنادي الاهلي في الحقيقه. وفي الاخر طبعا ما بنملكش غير ان نقول للعيبه هارد لك، ده شغلكم زي ما انتم بتقولوا دايما على نفسيكم، وده اكل عيشكم حافظوا عليه. الجمهور دايما في ظهركم وبيدعمكم، لكن برضو اعرفوا ان الجمهور مش هيرحم المقصر. الجمهور مش هيرحمه. زي ما بتاخد حقك من النادي تالت ومتلت والجمهور بيشيد بيك وبيرفعك في 7 سما، برضو لما تغلط وتقصر هتتحاسب وهتلاقي رد فعل من الجمهور لن يرضيك. الحقوا نفسكم وفوقوا، وتعويض ماتش السوبر امبارح هو الفوز على العين، مفيش بديل عندكم، لابد من الفوز على العين الاماراتي، فرقه كبيره وقويه وجايه تلعبك في ملعبك. وهم برضو حصل منهم برضو التقليل منك كنادي اهلي قبل ما يجوا برضو،
وبعدين تراجعوا وخرج مسؤول النادي وقال ان احنا بنحترم كل الانديه يعني المفروض عندك نفس التحفيز اللي خلى نادي الزمالك يكسبك امبارح. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي في الفتره القادمه، وهارد لك للجمهور وهارد لك للعيبه. منتظرين منكم تفوقوا بسرعه وترجعوا لمستواكم اللي احنا متعودين عليه، وعندكم بطولات كتيره جايه، والموسم ده مزدحم وفي بطولات مهمه وهتبدا مع العين اهم حاجه في مطوشه الانتر كونتيننتال. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وهارد لك مره تانية، ومبروك والف مبروك من نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.